السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد. إن شاء الله أقول لكم في الفيديو ده عن 8 مواقع تسويق بالعمولة تقدر تكسب بيهم بالدولار، وتقدر تسوق بيهم للسعوديين. تمام، يعني انت لو في مصر، انت لو في أي دولة، تقدر تسوق للسعوديين من خلال المواقع ديت أو لمنتجات المواقع ديت. 8 مواقع عالمية تقدر تشتغل من خلالهم من بيتك، سواء انت بقى تسوق عن طريق الانستجرام، عن طريق السناب شات، عن طريق الفيسبوك، ايا كانت المنصة وايا كانت طريقة الاعلانات اللي انت هتعملها، طريقة التسويق اللي انت هتشتغل بيها. طيب تمام، نخش في لو انت مش مشترك في القناة اشترك، عشان ان شاء الله هبدأ اشرح موقع منهم بالتفصيل، وازاي تشتغل وازاي تجيب، ازاي تستهدف الناس في السعودية وازاي تكسب فلوس لما تيجي تسوق للناس في السعودية او في الخليج عموما، والناس اللي هم في امريكا والناس اللي هم في انجلترا وايا كانت الدولة، حتى لو انت عايش في بلد تانية. يعني ان شاء الله هعلمك ازاي تسوق، سواء مجانا او بالاعلانات الممولة. اهم حاجة انك تعرف تستهدف العميل وتعمل خطة تسويقية كويسة. طيب تمام، ندخل في المواقع ان شاء الله. معانا اول موقع موقع علي اكسبريس. طبعا الموقع ده مشهور ان هو موقع صيني طبعا، في جميع المنتجات اللي انت ممكن تتخيلها واللي انت ما تتخيلهاش. يعني الموقع ده الموقع ده فيه ملابس، فيه ادوات كهربائية، فيه منتجات عناية بالبشرة، فيه حاجات كتير جدا. انت ممكن تدخل الموقع وتكتشف الموقع بنفسك وتشوف ايه الحاجة اللي انت عايز تبيعها، او ايه المنتجات اللي انت عايز تسوقها للسعوديين من خلاله. على فكرة السعوديين بيشتروا من الموقع ده مباشرة كمان، يعني لو انت سوقت لهم هم هيشتروا منك، والطلب عليه عالي بالنسبة للسعوديين، خاصة الموقع ده. انت ممكن تدخل الموقع وممكن تتصفح فيه الحاجات اللي انت عايزها، وممكن تبدأ تسوق عن طريق الانستجرام او عن طريق السناب شات او عن طريق التيك توك، على حسب البلد اللي انت هتسوق لها. لكن الفيديو ده ان شاء الله بيشرح للسعوديين خاصة، لو انت عايز تسوق للسعوديين. تمام، ده كده اول موقع معانا. نشوف تاني موقع. طبعا موقع نون، لكن نون بتاع السعودية مش نون المصري بقى، لان ليهم كذا فرع. فرع نون في مصر، وفي فرع في السعودية، وفي فرع في الامارات. احنا بنشرح دلوقتي على السعوديين او الاستهداف بتاع السعودية. ده طبعا ممكن تشتغل عليه في منتجات كتير، في ازياء، في حاجات هنا انت ممكن تختارها، في ألعاب، في حاجات رياضية، في بقالة، في حاجات نسائية، في المنزل، في العطور، في الإلكترونيات. على حسب انت عايز تسوق ايه او انت عايز تستهدف ايه. لازم تعرف برضو ايه الحاجة اللي انت عايز تشتغل من خلالها، ايه الحاجة اللي انت عايز تسوق لها، ايه الجمهور المستهدف بتاعك. طبعا انا كل ده هشرحه ان شاء الله في كورس التسويق، وفي كورس شغال دلوقتي كنت عامله من فترة، ولسه برضو بشتغل عليه في الفيديوهات، وهنزلها لكم مرة واحدة ان شاء الله، او هبدأ انزل فيديو منهم، اللي هو كورس التسويق عن طريق الانستجرام، او تبدأ مشروعك عن طريق الانستجرام. تمام، ده كده تاني موقع معانا نون. تالت موقع ان شاء الله هيبقى معانا امازون. طبعا امازون معروف، سواء امازون السعودية، امازون امريكا، طبعا له فروع كتير، وفي امازون مصر. احنا طبعا بنستهدف السعودية لان حجم الشراء عند السعوديين بيعلى كل سنة، يعني النسبة فيه عالية جدا في الشراء، فاحنا بنستهدف السعودية عشان كده مش اكتر. في طبعا منتجات كتير، في كاتيجوريز كتير، في تليفونات، في الكترونيات، في ازياء، في طبعا العاب، في اجهزة منزلية، في حاجات للاطفال، في كتب. ده طبعا تقدر تستفيد من خلاله، وتقدر تستفيد انك تسوق من خلاله وتكسب فلوس، سواء بالدولار او بالريال السعودي، لو انت في اي دولة في العالم، يعني مش هتفرق معاك. تمام، ده كده امازون. نشوف طبعا موقع اي باي. ده طبعا موقع قديم امريكي،
انت بتستهدف فيه الناس اللي هم في امريكا، وتقدر من خلال، سواء انت عايش في السعودية او عايش في مصر او عايش في الامارات او عايش في اي دولة، ان هم يحولوا لك الفلوس اللي انت بتكسبها من خلالهم لما تبيع منتجاتهم، ويحولوا لك على الحساب البنكي او على بيبال او ايا كانت الطريقة اللي على الموقع ايه. تمام. في برضو منتجات كتير انت ممكن تختار على حسب المنتج اللي انت عايز تسوق له. تمام. ده كده موقع اي باي. في موقع بقى، موقع حراج. ده موجود في السعودية بس او مخصص للسعوديين، وممكن يكون موجود للامارات لكن انا مش متأكد تقريبا. ده طبعا حراج تقريبا. الحاجات اللي موجودة فيه تقدر تسوق لها بالعمولة طبعا. وهنا طبعا تقدر تحدد الأماكن، الحاجة اللي قريبة منك. طبعا في أجهزة، في عقار، في سيارات، في أساس، في مستلزمات شخصية، في مواشي وحيوانات وطيور كمان. يعني هو عامل زي موقع أوليكس كده، لكن ده في نظام إنك تقدر تبيع بالعمولة أو تسوق بالعمولة. طيب تمام. ده كده موقع حراك. في موقع كليك بانك كمان، ده مشهور جدا وتقدر تشتغل بيه في أي دولة في العالم. ده كليك بانك اهو. انت بتدخل بقى وتسجل في الموقع اللي انت حابب تسجل فيه وتبدأ شغل على طول لو انت محدد المنتج بتاعك. لو مش محدده بتقدر تشوف المنتجات وتشوف ايه الحاجات اللي عليها طلب كتير او ايه الحاجات اللي انت تقدر تسوق لها، وتبدأ على طول تعمل مثلا تسوق عن طريق الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك او ايا كانت المنصة اللي انت هتسوق. او لو عندك متجر الكتروني برضو يكون كويس جدا. طيب ده موقع كده كليك بانك. في موقع كمان اسمه السوق المفتوح في السعودية. ده كده الموقع اهو. في برضو متاجر، في لابتوبات، في دراجات نارية، في جوالات، في الكترونيات، في عقار، في طعام، في شركات ومعدات، في كتب وهوايات، في رياضة اللي هي الأجهزة بتاع الجيم والحاجات دي، في خدمات، يعني في وظائف كمان، في كل حاجة، في حاجات كتير جدا انت ممكن تكسب منها وتسوق ليها بالعمولة. بيقول لك في هنا اهو 60 مليون مستخدم عربي، وفي افضل اسعار، واضف اعلانك. تقدر طبعا تحط اعلانك عليه لو انت مثلا بتبيع حاجة، لكن الفيديو بيشرح ان الموقع ده يعني تقدر تسوق من خلاله. تقدر تشتغل عليه في التسويق بالعمولة، الافيليات ماركتينج. طيب تمام. معانا اخر موقع بقى، موقع متجر او متجر جرير. احنا طبعا الموقع اهو. طبعا اللينكات انا هحطها لك ان شاء الله في اخر في الوصف تحت او في اول كومنت. ده كده الموقع اهو. تقدر تسوق من خلال ايا كانت المنصة اللي انت هتسوق من خلالها، ودي المنتجات اللي انت بتختارها. طبعا بتدخل تسجل عليه وتدخل تشوف المنتجات اللي انت هتسوق لها. طبعا في منتجات كتير، انت بتختار الحاجة اللي انت شاطر فيها او الحاجة اللي انت حابب تسوق لها. وان شاء الله هعلمك ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية ازاي تختار المنتج اللي هو ربحه كويس وبيتسوق بسرعة. يعني حاول تختار المنتجات اللي هي معلهاش منافسة كتير، المنتجات اللي هي بتتباع بسرعة، المنتجات اللي هي يعني بتبقى حاجة زي لقطة كده. تمام. ان شاء الله اشرح لك التفاصيل دي في الفيديوهات الجاية. اهم حاجة ما تنساش تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو عندك اي اسئلة اكتبها لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هرد عليك. بس كده، مع السلامة.